في سنة 2016 في الشرقية وتحديدا في مركز ابو حماد. الحاج ابو محمد كان لسه راجع يدوب من القاهرة وبيفكر يرتاح شوية، وقتها بيلاقي حد بيخبط على باب بيته بشكل مريب. بيفتح الراجل وقتها باب البيت علشان يلاقي اللي بيخبط على الباب ده هو ابنه اللي كان واقف على الباب وبيزعق بهستيريا وبيقول لابوه في ناس هجمت على الشقة وخلصوا على مرتي وولادي الاتنين. قبل ما نبدأ ما تنساش انك تقدر تدعم اخوك بلايك واشتراك في القناة لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك ما تنساش برضو انك تقدر تعمل لي متابعة للصفحة، ولو حابب تدعمني يا ريت تحط قلب للفيديو، وما تنساش تكون من النباشين الجامدين وتدخل اوضتك كده بكوباية القهوة بتاعتك وتطفي نور اوضتك وتحط الهاند فري في ودانك ويلا بينا. قصتنا بتدور احداثها في واحده من قرى مركز ابو حماد في الشرقيه سنه 2016. ابطال قصتنا ناس عاديين زي وزيك كده بالظبط. ارمله اسمها الحاجه عزيزه عايشه بعد وفاه جوزها لوحدها هي وولادها الخمسه، واللي كانوا يا صديقي 4 بنات وولد وحيد. ولكن كان في شيء مميز في ولاد الست عزيزه، وهو ان ال3 بنات الكبار كانوا من الصم والبكم، بمعنى يعني انهم ما كانوش بيسمعوا ولا بيتكلموا. اما البنت والولد التانيين كانوا طبيعيين جدا. الست عزيزة وقت وفاة جوزها كانوا عيالها لسه صغيرين، وعشان كده اخدت عهد على نفسها انها لازم تتعب وتشقى وتشتغل عشان تربي عيالها. وطبعا يا صديقي هي مهمتها ما كانتش سهلة، لانها كانت بتقوم بدور الام والاب كمان. ومرت الايام والسنين وولادها كبروا، ولما بنتها سهى الكبيرة تمت 18 سنة اتقدم لها عريس كان شاب كويس جدا واسمه محمد، وكان عنده 22 سنة. ده غير انه كمان كان زي سهى كان اصم هو كمان. محمد كان عنده بيت صغير كده ابوه كان بنيهوله عشان خاطر يتجوز فيه. ده غير انه كان شغال في شركة من شركات البترول، يعني عريس مناسب جدا. ومحمد الناس كلها كانت بتشكر فيه وفي عيلته، وده اللي خلى الست عزيزة توافق على العريس وتخطب بنتها. وفي خلال فترة الخطوبة محمد كان محترم جدا، كان في تعامله مع سهى واهلها كان محترم وكويس جدا. هو احيانا بس بيكون عصبي شوية بس عادي، يعني الدنيا بتعدي. وده اللي خلى فترة الخطوبة تكون قصيرة جدا وناجحة، وخلال وقت قصير كانوا متجوزين والحياة كانت ماشية تمام. وبعد الجواز بشوية سهى بدأت تلاحظ ان عصبية جوزها بدأت تكتر، بس هي برضو كانت بتعدي الموضوع عشان تلم الدنيا. ومرت الايام يا صديقي وسهى حملت، وخلال اول سنة جواز ربنا كرمهم بيوسف، والحمد لله كان مولود طبيعي وما فيهوش اي مشاكل. وبعد حوالي 3 سنين كمان ربنا رزقهم بالمولود التاني واللي كانت مريم، وبرضو البنت كانت مولودة طبيعي وكانت زي اخوها بالظبط. ومرت الايام وعصبية محمد بدأت تقل، ولكن مفيش حال بيدوم يا صديقي. بدأت العصبية القديمة ترجع أوسخ من الأول، لدرجة إنه وصل إنه كان بيمد إيده على مراته وولاده. والموضوع اتطور في مرة من المرات لدرجة إنه وصل لنوبة عصبية، وهنا اتدخل أبو محمد عشان يهدي الموضوع. ولكن المصيبة اللي حصلت إن محمد مد إيده على أبوه شخصيا، ومش بس كده لا ده كمان ضرب أبوه دراعه. وده طبعا كان صدمة لابوه ولكل الناس اللي حواليه. محمد طول عمره كويس وراجل محترم، ومن يومها ابوه اخد قرار انه لازم يقاطعه خالص. تصرفات محمد بعد الموضوع ده بدأت تتطور، بدأ يكون سريع الغضب بشكل مش مبرر. العصبية والضرب والاهانة لمراته وولاده ده كان شيء طبيعي، والموضوع موقفش بس على مراته وولاده، ده بقى طايح في الكل. ده لدرجة انه في مرة كان مراته والجيران جم وحشوه ضربهم وتعدى عليهم هم كمان. ومن يومها بصراحة محدش بقى بيعرف يقف قصاده. وكل ده برضه يا صديقي والبنت محترمة نفسها وما قالتش لأي حد من أهلها، ما كانتش عايزة المشاكل تكبر ويحصل مشاكل بين العيلتين. وحتى لما أهلها عرفوا من بره هي منعتهم انهم يتدخلوا عشان ما تخربش على بيتها. وفضلت الحياة ماشية بنفس النظام ده لحد ما العيال كبروا. يوسف وصل ل 12 سنة واخته مريم بقى عندها 9 سنين. وفي ليلة الاولاد كانوا قاعدين بيذاكروا وسهى في المطبخ كانت بتجهز اكل. رجع محمد من بره متعصب زي المجنون، دخل على مراته المطبخ وبدون مقدمات فضل يضرب فيها لحد ما
لها دراعها كسر مضاعف، ده غير طبعا الكدمات اللي كانت ماليه جسمها ووشها. في الوقت ده ابنه يوسف حاول انه يحوشه ولكنه معرفش، وبعد ما النوبه خلصت خرج من بيته وكانه ما عملش اي حاجه. وساعتها يوسف خرج جري على بيت جدته وحكى لخاله على كل اللي حصل. وساعتها جت الحاجه عزيزه وابنها اللي كان اسمه رضا لبيت سهى، واول ما شافوها في المنظر والحاله اللي هي كانت فيها دي اخدوها بسرعه وطلعوا على المستشفى. وبعدها على طول يا صديقي اخدوها هي والعيال وطلعوا على البيت. طبعا محمد لما رجع البيت ما لقاش حد، ودي كانت اول مره تخرج فيها سهى هي والعيال من غير علمه، وده طبعا خلاه يتجنن ويروح يدور عليهم في كل مكان. راح على طول على بيت الحاجة عزيزة، واول ما دخل شد هو ورضا ما استحملش فقام اتخانق معاه وقام طرده. خرج من البيت وهو نوى على الشر وراح على طول على بيت ابوه وهو شايط وحكى له على كل اللي حصل. ويا ريت يعني ملاقيش في الكومنتات تحت الفيديو هو حكى لابوه ازاي وهو اخرس، علشان انا عارف الناس العبقرية دي. ما تنساش يا نجم ان في لغة اشارة. ما علينا، يعني نرجع لموضوعنا. ابوه حاول يهديه في وقتها وقال له انه هيروح يتكلم معاهم ويهدي الموضوع، ولكن محمد كان قاعد جواه غل وشر كبير جدا. خرج محمد من بيت ابوه وعينيه بتطق شرار وكلها رعب. ابوه اتاكد في اللحظه دي ان ابنه مش طبيعي، وان العصبيه الزياده دي مش حاجة طبيعية. كده بقى مفيش غير تفسيرين ملهمش تالت، يا اما الواد ده بيتعاطى حاجة وابوه مش عارف، بس لا ده هو عارف ابنه كويس وعارف تربيته، يا اما التفسير التاني ان ابنه مريض نفسي والمرض ده هو اللي عامل فيه كده. وفعلا ابوه ما كدبش خبر، وتاني يوم على طول سافر للقاهرة لدكتور معرفة كان رايح له عشان يعرف حالة محمد، ما يمكن فعلا ابنه مريض وعايز يتعالج. ولكن للأسف يا صديقي الدكتور في اليوم ده كان مسافر، وعشان كده ابوه قرر انه يبات في اليوم ده عند ناس قرايبه في القاهرة، وبكرة الدكتور يكون رجع ويقابله يشوف حل المشكلة دي. ولكن للأسف يا صديقي ما كانش يعرف في المصيبة اللي هتحصل في البيت في غيابه. في الليلة دي يا صديقي محمد كان قاعد في البيت لوحده، مراته وأولاده كان عند حماته، وأبوه كان مسافر القاهرة. كل اللي شافه محمد في اليوم ده قالوا انه كان بيعمل تصرفات غريبة، كان ماشي في الشارع بيتلفت حواليه وكأنه خايف من حاجة، ده غير انه كان شايل كيس اسود كبير في ايده، كان اي حد بيقابله في وشه كان بيشوح له ويعدي. الناس كانوا مستغربينه بس برضه كانوا خايفين منه، وده اللي خلاهم طبعا يتجنبوه ويبعدوا عن طريقه. بيرجع بعدها محمد لبيته وبيضطر انه يقعد فيه لوحده، ولكن في وقتها كان في دماغه تخطيط شيطاني هو بس اللي عارفه. تاني يوم كان عم سهى اللي هو كبير العيلة كان موجود عند الحاجة عزيزة في البيت، وهنا بقى قابل رضا، ورضا حكاله على كل اللي حصل وطلب منه انه يتدخل ويشوف حل مع المجنون اللي اسمه محمد ده. الراجل مشكور طبعا اخد بعضه وطلع على محمد على طول، راح له البيت وقعد معاه وهدى الدنيا معاه خالص، لدرجة انه اخده معاه وطلعوا على بيت عزيزة عشان يصالح مراته. وقعدوا فعلا مع الحاجة عزيزة وتصالحوا، وكان شرطهم الوحيد للصلح انه ما يمدش ايده على بنتهم تاني. وفعلا يا صديقي محمد وافق على الكلام، لا واعتذر لهم كمان، وبعدها اخد مراته وعياله الاتنين ورجعوا على البيت. ولكن الغريب انهم لما رجعوا على البيت محمد كان محضر لهم مفاجأة ما تخطرش ابدا على بالهم. بمجرد ما دخلوا من باب الشقة محمد زق سهى في الارض ونزل فيها ضرب وتلطيش، وبعدها اتجنن وبدأ يكسر في البيت كله على دماغه، وسابهم فجأة وهو هايج كده ودخل على المطبخ. وساعتها يا صديقي قلب سهى بدأ يدق وخافت منه جدا، قالت للمجنون ده يخش يجيب سكينة ويعرف حد مننا بيها. خدت ولادها بسرعة من الأرض وجريوا على الأوضة وقفلوا على نفسهم بالمفتاح. محمد جه على باب الأوضة وفضل يخبط ويرزع لحد ما فجأة باب الأوضة اتكسر، عشان تتفاجئ سهى باللي قدام عينيها ده جوزها ماسك في ايده بلطة، ودي الأداة اللي كسر بها الباب ودخل بها ليهم جوه. في اليد الأولى كان ماسك بها بلطة، واليد التانية كان ماسك فيها كبيرة. قرب في الوقت ده لسهى وعياله وعينيه كانت مليانة شر، ومسك في الوقت ده سهى وقرب البلطة دي من رقبتها. في اللحظة دي يوسف ابنه فلت وطلع جري بره الأوضة، راح على طول على التليفون الأرض اللي عندهم عشان يكلم خاله يمكن يلحقهم. ولكن محمد في الوقت ده شافه فساب سهى وطلع جري وراه، ولسه يوسف بيكتب الرقم عشان يتصل بخاله محمد ما ادالوش فرصة، وبمنتهى قسوة القلب جري وراه
وقام مخلص عليه. سهى طلعت على باب الأوضة، وأول ما شافت المنظر ده قدام عينها اتخشبت في مكانها. محمد ما ادالهاش فرصة لا تتصرف ولا حتى تفكر، لأنه في ثواني يا صديقي كان هاجم عليها ومخلص عليها هي كمان. ده غير انه ما اكتفاش بكده، ده دخل الأوضة كمان عشان يدور على بنته، واللي كانت يا قلبي مستخبية تحت السرير من كتر خوفها، وبنفس التصرف ومن غير قلب سحبها من رجليها وقام خلص عليها هي كمان. ولو فاكر يا صديقي ان الموضوع خلص لحد هنا، اقول لك لا، لسه التريل كمان جاي. محمد بعد ما اتأكد خلاص انهم قطعوا النفس وماتوا، سحبهم هما التلاتة للحمام وبدأ يفصل فيهم بالبلطة. وبعد ما خلص كل الجنان ده دخل وغير هدومه وخرج بمنتهى الهدوء. راح ساعتها جري على بيت ابوه وفضل يخبط ويزعق زي المجنون، وكان ابوه لسه يا دوب راجع من القاهرة وبياخد نفسه وفتح له الباب وهو مخضوض. الراجل اول ما شاف ابنه بيخبط بالشكل ده وهو مخضوض سأله على طول وقال له في ايه يا ابني؟ ساعتها محمد قال له في ناس هجمت على الشقة وخلصت على سهى والولاد. الراجل من الصدمة رجليه ما كانتش شايلاه، فوقع على الارض وما كانش قادر يتحرك. وصدمته الاكبر لانه كان شبه متاكد ان ابنه هو اللي خلص عليهم. ساعتها محمد فضل يقوم في ابوه علشان يروح معاه على النقطه عشان يعملوا بلاغ، ولكنه ما راحش. ساعتها محمد سابه وراح بنفسه للنقطة، ولما دخل هناك كان منهار وكان عمال يعيط. بصعوبة قدروا يفهموا منه اللي حصل هناك واخدوا عنوان بيته. بعدها على طول كان في قوة من مركز شرطة ابو حماد بتقتحم البيت، ولما دخلوا شافوا قدامهم منظر بشع كان مغرق البيت. ولكن يا صديقي اكتر مكان كان بشع هو الحمام. اعفوني معلش ان انا اوصف المكان والمنظر اللي كان جوه. رجال الشرطة جابوا محمد وحاولوا يسألوه ويفهموا منه ايه اللي حصل، وهنا محمد قال لهم انه كان في شغله ورجع اتفاجئ بالكارثة دي. ولما الموضوع كمان اتحول للنيابة محمد برضو قال نفس الكلام، بس اهل سهى لما اتحقق معاهم كان ليهم كلام تاني، لانهم قالوا في التحقيقات ان سهى كانت عندهم بالليل، ولكن جوزها جه اخدها هي والعيال وروح، يعني ما كانش في وقتها موجود في الشغل ولا حاجه. ده غير انهم قالوا ان محمد بيضربها بشكل مستمر. حتى ابوه بنفسه اكد كلامهم ده وقال ان محمد في الفتره الاخيره حالته النفسيه ما كانتش مستقره، ده لدرجه انه كان عايز يكشف ويطمن على قواه العقليه. ده غير كمان الجيران قالوا انه كان دايما مع عصرته، وقالوا ان في ليلة الحادثة كان ماشي ومش على بعضه، وزي ما قلنا كده كان ماشي وكان شايل كيسة سودا في ايده. اقوال الشهود دي ما كانتش كفاية لإدانة محمد، ولكن الغريب انهم لما واجهوه باقوال الشهود دي هو اللي أدان نفسه، ومن غير ما يضغطوا عليه في أي حاجة اعترف على نفسه وعلى كل حاجة هو عملها. ومع مطابقة البصمات اللي لقوها على مراته وولاده ومطابقة بصمات محمد اتأكدوا فعلا إن هو اللي عمل كده. وبالرغم من كل محاولات المحامين المستميتة في إنهم يطلعوه مجنون أو قواه العقلية دي مش سليمة، محامي أسرة سهى بيثبت العكس. وده برضو اللي أكده الخبير النفسي اللي عينته المحكمة كمان، عشان في النهاية وفي سنة 2017 يتحكم عليه بحبل المشنقة ويتم تنفيذ الحكم في 2020. وبكده يا صديقي تكون خلصت قصتنا النهاردة، القصة اللي دايما بتوضح لك مقولة ان المظاهر دايما خداعة، لاننا مش لازم نصبر ونستحمل عشان خاطر الدنيا تمشي. احيانا يا صديقي صبرنا ده بتكون نهايته كوارث يا الموت. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. شوفوا الشوكة على خير.